خليني احدث الصفحة بالشكل ده معاكم من موقع النهاردة المجاني اللي انا ما شرحتوش قبل كده عندي على القناة، وبدأ انه يوصل عدد المتابعين. ومش بس كده، انت كل ساعة من دخولك على الموقع تقدر تزود عدد متابعين يصل ل50 متابع حقيقي مجانا بدون اي مشاكل. تابعي معايا الشرح علشان تفهموا كل حاجة بالتفصيل، وفي نفس الوقت برضو ما يواجهكوش اي صعوبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. في الفيديو ده هنتكلم عن موقع غير مألوف وغير معروف بالمرة. في الفيديو ده هنتكلم عن موقع زيادة متابعين وزيادة لايكات حسابك الرسمي على الانستجرام. ومش بس انستجرام، ده كمان بيوفر لك خدمات تانية مجانية. كل ده متاح واكتر في موقع النهاردة. كل اللي عليك انك تركز في فيديو النهاردة من اول ما بيبدأ الفيديو لحد ما بينتهي، لان الفيديو ده خصيصا للموقع ده، وبإذن الله هنخصص له حلقات مميزة جدا ومنفردة لكل منصة اللي الموقع ده بيقدمها بشكل مجاني. تجديد الموقع ده بيكون كل ساعة، تقدر تزود بكل سهولة وبكل بساطة. وضيف على كل ده ان الموضوع مجاني بنسبة كبيرة وهي 100%. لو كنتوا عايزين تشتروا متابعين على انستجرام باسعار كويسة جدا جدا، وكمان تقدر تخصصهم ان كانوا عرب او اجانب او مصريين او عموما من جميع انحاء العالم، لو نزلت في قسم التعليقات اللي تحت هتلاقي اول رابط عندك وهو رابط محادثة على الواتساب. تقدر تتواصل مع خدمة العملاء وتعرف العروض والاسعار للانستجرام والتيك توك وكمان الفيسبوك. ولو ما كانش عندك واتساب تقدر كمان تتواصل معاهم من خلال المعرف على التليجرام. صلى على النبي واذكر الله عشان ربنا يبارك لنا في اللي احنا بنعمله. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. خلينا نقول بسم الله ونبدا على بركه الله. اول حاجه طبعا بنبدا ان احنا نعمل حساب غير اساسي، بس سيبك من النقطه دي لان اوريدي انا شارحها لك في علامه الاي اللي فوق، وتقدر كمان ترجع لها وتشوف الفيديو علشان تستفيد بانك ازاي تعمل حساب. وفي نفس الوقت في نهايه الفيديو هعلمك ازاي تحافظ على الحساب ده. مبدئيا كده ده رابط الموقع اللي انا بتكلم عنه في فيديو النهارده، وهو موقع لصاحب واخ عزيز عليا. خلينا كده ندخل على الموقع ونشوف وضعه ايه. اولا هنترجم، هنلاقي كده كلمة ارسل متابعة، وارسل متابعة دي خاصة بمنصة انستجرام. بعد ما بنضغط على الخانة دي بيقولك هنا لازم تسجل بحساب. طيب انا دلوقتي كبيدو حسن عندي حساب اساسي، هل هسجل بيه؟ لا، ما تسجلش بيه. هتعمل حساب زي كده، يوزر او اسم حساب او اسم مستخدم وباسورد، وتسجل بكل سهوله وبكل بساطه بحساب غير الاساسي. حساب غير الاساسي، بكررها مرتين اهو. وهاجي هنا بعد ما اسجل كده هو جاب لك الليميت بتاعك، والمفروض ان انت بتضغط على كلمه ارسل متابعا علشان يوديك على الواجهه اللي بعد كده. والواجهه اللي بعد كده فيها خيار انك تضيف يوزر نيم الحساب المراد الزياده اليه، او الحساب الاساسي اللي انت عايز تزوده. يعني بالشكل ده كده بيقولك هنا انك لازم تشارك هدايانا على التليجرام. لو انت عايز تخش على التليجرام بتاعهم بيدوك هدايا، اوكي. مش عايز بتخش على الحساب الرسمي على انستجرام او المراد الزياده اليه، وبتدخل على تعديل الملف الشخصي اللي من خلالها بتظهر لك معلومات الحساب بتاعك على صيغه يوزر نيم، على صيغه نيم، على صيغه البايو. احنا بننسخ بس اسم الحساب او اسم المستخدم. بعد ما ننسخ اسم المستخدم بنروح على طول على موقع النهارده ونبدا نلصق المكان ده اسم المستخدم المراد الزياده اليه. ركز معايا كويس، ركزي معايا كويس. اولا بعد ما نلصق كده بيقول لك هنا العثور على المستخدم، يعني هل انت فعلا ده ولا حد تاني، بحيث ان انت ما تبعتش العدد لحد غريب. ومن ثم بيقول لك هنا عدد المتابعين 10. بتنتظر دقيقه دقيقتين وبعد كده بتضغط على العلامه دي. ليه يا بيدو؟ لانه بيجيب لك ايرور. ده جديد الخادم، يرجى انتظار من دقيقه ل5 دقايق، لانك لسه ضايف حساب، فلازم تنتظر على الاقل من 3 ل 4 دقايق بالكتير، سيبك من 1 ل5 دي. وبترجع تدوس وبيجي لك عدد المتابعين. ومش بس كده، بيجي لك اكتر من مره. مش عشان انت طلبت 10 يجي لك 10، لا، هيجي لك 10 و10 و10 و10، يجي لك لحد 50 10. يعني تطلب 5 مرات في كل ساعه، هتقدر ان انت تخش وتطلب ال5 مرات 10 في 10 في 10. خلينا بس نشوف مع بعض عدد المتابعين. اولا كده بدأ ان هو يقول لك انه الريزلت بتاعك سكسس، يعني نجح بالفعل، وان انت بدأ انه يوصلك عدد المتابعين بكل سهولة وبكل بساطة. وشرح النهاردة وافي جدا، في نفس الوقت خفيف على القلب كده، اللي هو انت بتزود حاجة وفي نفس الوقت كمان مش بتدفع لها فلوس، مش بتدفع رسوم، مش بتدفع ضرايب. كل ده كويس جدا ولصالحك انت. وعلى فكرة دي تاني مرة زود اهو. وهنا بيقول لي ايه سيندنج، اللي هو قيد الارسال. ومن ثم بيقول لي هنا ان انت يا باشا تقدر ترسل تاني، وهدوس برضو على كلمة سيندنج. خليني احدث الصفحة بالشكل ده معاكم من موقع النهاردة المجاني اللي انا ما شرحتوش قبل كده عندي على القناة، وبدأ انه يوصل عدد المتابعين. ومش بس كده، انت كل ساعة من دخولك على الموقع تقدر تزود عدد متابعين يصل ل50 متابع حقيقي مجانا بدون اي مشاكل.
تابعي معايا الشرح علشان تفهموا كل حاجة بالتفصيل، وفي نفس الوقت برضو ما يواجهكوش اي صعوبات. طبعا زي ما انتم شايفين دخلت مرة تانية وبدأت ان انا ابعت العدد للمرة التانية على التوالي، وبدأ برضو يقول لي ان هو سكسس. يعني ايه؟ يعني نجاح انه العدد بدأ يوصلك. تمام. تمام. والفولورز سيندنج توتال فولورز ال 10 اللي هم العشرة اللي انت تقدر تزودهم على مدار الفترة اللي انت بتزودها. الافضل ما تحطش ال50 او ال40 كلهم، حط 10 في 10 في 10، بحيث ان انت لما يتبعت لك العشرة الاولى تعرف انه فعلا بعت لك العشرة من خلال الموقع النهارده. زي ما حضراتكم شايفين كده خلاص، يعني هانت خالص ان احنا نقدر ان احنا ننتظر بعدها ساعة. زي ما انتم شايفين كده سيندنج دي اخر حاجة. فولور كاونت اللي هو العدد الخاص بالعدد المتابعين يعني. وبنبدا ان احنا ندوس كده على كلمه سيندنج اللي هي بتبعت عدد متابعين. كده خلاص خلصنا. بدا ان هو يقول لك ايه بقى، بص نو كريدتس ليفت كريدتس ار نيود افري 1 اور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا لو جينا ترجمنا الجمله اللي بالانجلش بيقول لك لا، الاعتمادات المتبقيه يتم تجديدها خلال ساعه واحده. يعني ارجع بعد ساعة، لو الساعة 5 ارجع بعد 6 و5، مش 6 بس، 6 و5. هتلاقي ان عدد الكريدتس او الاعتمادات اللي هي زي ما حضراتكم شايفين كده وانا معلم عليها، هي دي عدد الاعتمادات، بتزيد بعد ساعة و5 دقايق من وصولك الاول والتاني بعد زيارتك للموقع. وكمان لو كنا عايزين نشوفوا عدد الفولورز وهو واصل، هتلاقي ان العدد كله كامل بكل سهولة وبكل بساطة. طيب مبدئيا ده كله اللي وصل وده كله تمام وكلام زي الفل وجميل. بالنسبة للحساب الغير اساسي، ازاي نحافظ عليه من اي تغيير ومن اي حظر يحدث على الحساب من خلال ومن قبل تسجيلنا في المواقع والبرامج الشبيهة للموقع ده؟ اولا لو جينا ضغطنا على الثلاث شرطات اللي فيها تعديل الملف الشخصي ومشاركة الملف الشخصي، وجينا ضغطنا على الاعدادات والخصوصية، وجينا بعد كده على خيار مركز الحسابات وضغطنا على كلمة مركز الحسابات، هيوجهنا بعد كده على الخيارات دي كلها، ومنها هنختار كلمة السر والأمان. ودي بتحدد ليك كيفية تغيير كلمة السر علشان تحافظ على الحساب لاستخدامه في نفس الموقع أو موقع آخر. هنضغط كده على الكونتاكت اللي انت ضايفه أو الوسيلة بمعنى أصح والحساب اللي انت ربطه، وهتغير كلمة المرور وهتغير حرف من اسم المستخدم. بكده انت حافظت على الحساب، حافظت على انه يستخدم او يستخدم في موقع وتطبيق تاني، وفي نفس الوقت هيكون دائم معاك، مش محتاج انك انت تشوف شرح زيادة متابعين او انك تعمل حساب. من خلال الطريقة ديت انا حليت لك كل مشاكلك. شكرا جدا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.